الحقيقة لسنين طويلة بعد ما اتخرجت من كلية العلوم اشتغلت في مجال المبيعات وتسويق الأدوية، وده المجال اللي كان مفتوح ليا للعمل في الوقت ده، وده كان من المجالات الجيدة لأن هو مجال بيدي وضع اجتماعي معين وبيدي كمان وضع مادي مقبول في هذا الوقت. لكن جوايا كان طول الوقت ان انا اتولدت عشان ابقى مدرب. من ساعة ما كنت طفل بيمارس الرياضة وانا مدرك ان انا ليا دور في ان انا استخدم الرياضة للتدريب وللتنمية، ومش بس استخدم الرياضة، ان انا ادرب كمان في الشركة. فكل ما كانت تتفتح لي فرصة ان انا ادرب جوه شركتي كنت بعمل كده، كنت بعملها بصورة تطوعية، وكنت بروح اتطوع في اماكن دينية او جمعيات ان انا ادرب هناك عندهم ببلاش جنب شغلي. فجنب شغلي في مجال الادوية في الدعاية والمبيعات ابتديت اروح اشتغل مدرب. شركة خليك معانا ما تمشيش. لكن الحقيقة كانت الحاجة اللي جوايا ان انا اتخلقت عشان خاطر ابقى مدرب، وان انا عشان خاطر ابقى مرشد للناس في مجال العمل، وعشان خاطر استخدم الرياضة في التنمية. ده اللي انا حاسس ان انا اتخلقت عشان خاطره. فاول فرصة جات لي ابتديت انقل للمجال اللي انا كان نفسي فيه. لو ما كانتش جات لي الفرصة كنت هكمل في نفس مجالي، لانه ده المجال اللي بيسدد احتياجاتي المادية، وكنت هفضل اعمل اللي انا بعمله دوت بصورة تطوعية لحد ما تجيلي فرصة اقدر انقل فيها. وده اللي انا عايز اشجعك وانت بتنقي شغلانة وانت بتفكر في كلية. لو عرفت تنقي الكلية من وانت صغير في الحتة اللي انت بتحبها اعمل كده. لو ما عرفتش وبقيت زي رحت كلية من الكليات الكويسة بس انت مش حابب تكمل في المجال بتاعها، حاول ان انت تنقل، وانقل في الوقت المناسب اللي فيه لا انت تتضر ولا عيلتك تتضر.